السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين الصيد ومحبين هوايه الصيد في كل مكان. النهارده يا جماعه انا نزلت اصطاد، لقيت الادوار كلها ناس. طب احنا هنقوم حد من مكانه؟ لا، مش هينفع نقوم حد من مكانه. انا هعمل لك فيديو دلوقتي وهعمل لك الغمزه مباشر بس على السمك اللي هو الكفافي اللي احنا بنقول عليه غيب او بنقول عليه يعني اللي هو اللي بيبقى جنب الشط خالص ده، لان في ناس بتتكلم على الغمزه مباشر. فانا مش عارف اجيب لك الغمزه مباشر، التليفون مش هجيب زوم وانا رامي على 20 متر. فانا هجيب لك الغمزه مباشر على السمك الكفافي ده اللي هو جنب الشط خالص. بس مش ده موضوعنا. الموضوع يا جماعه ما نبقاش سلبيين قوي كده. يعني المفروض بوابه الشكاوي اللي هي البوابه الحكوميه، البوابه الالكترونيه للشكاوي اللي هي الحكوميه اللي على جوجل. خش اكتب شكوتك. انا اشتكيت قبل كده والراي بيكلموني، محدش يقول لي مفيش فايده، لا فيها فايده. بيتصلوا عليك ويكلموك بيقول لك احنا عملنا واحد اتنين تلاته، لا يوميها لا تاني يوم بالظبط. فليه تبقى سلبي؟ ما تخش تكتب شكوى عن البحر الفرعوني ده، اكتبها لوزاره البيئه، اكتبها لوزاره الري، اكتب صيد العفريته للثروه السمكيه. بيهتموا جدا 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 فوق ما تتخيل، والموضوع ابسط مما يمكن. مش عارف تكتب شكوى، هتخش على اليوتيوب وتكتب ازاي اكتب شكوى على بوابه الشكاوي الحكوميه على جوجل. الموضوع سهل جدا. هتيجي تصطاد يعني هتلاقي كل الكراكات جت اشتغلت 100 متر ومشيت. ناس تقول لك اصل مش عارف ايه، الله اعلم بقى، بيقول لك صندوق فلوس، الله اعلم هي مشيت ليه ولا ما كملتش الشغل ليه. فيا ريت يا جماعه ما نبقاش سلبيين. خش اكتب شكوى. كان البحر ده لو متطهر والكراكات طهرته كان هيبقى فيه سمك الدنيا وخير كتير جدا. وتعرف تقعد، ومنين ما تيجي تلاقي مكان تقعد فيه. فانا هصور لك الفيديو ده لان انا مش لاقي مكان اقعد فيه، والدور ده ومش اي دور يشتغل عشان محدش يقول لك بس ايه المايه شغاله فاي دور هتقعد فيها تاخد سمك. مفيش الكلام ده. لو جنبك ب5 متر ممكن يبقى شغال معاه ومش شغال معاك. الايام ديت الادوار العاليه المبلطه اللي الدكر الاحمر شغال فيها. الادوار اللي لسه غويطه ديت او بتبقى الارضيه بتاعتها مش مبلطه ما بيقولوش لسه اشتغل. فانا هشتغل لك دلوقتي فيديو اهوت واصور لك اللقطات كلها مباشر عشان الناس اللي هي بتحب المباشر. يلا خليك معانا ومعلش انا طولت شويه. كملي يلا بقى. يا جماعه اهي الغمزه مباشر اهي، عشان اللي كان عايز يشوف الغمزه مباشر. هتجيب من جنب الشط ده، هتجيب من جنب الشط ده. لو انت طلعت ومنعت معاك ومش عارف تشتغل هتجيب مش جنب الشط ده. ده انواع الغب ده عامة انا برميه. يا عايز، في ناس بتاكله او هتاكله ننزل حطه في شنطة ارميه للقطة وما ترموش في المية تاني. فالفيديو ده يا جماعة انا عامله لك كده ايه، اوريك الغمزة. اول الناس بتقول لي اهم حاجة الغمزة، بس انا معرفش اجيب الغمزة لاني برمي في مية واسعة. التليفون عمره ما هيجيب الزوم لحد الفل. خليكم معانا. اصبر بقى، ما ينفعش تنزل في الحكاية. ايه اهي، اهي ادي اللي جنب الشط اهو يا جماعه. هو بتغمس قوي لان هي بتبقى يعني مسحنه زي الذكر الاحمر كده جنب الشط، فالطعميه بتنزل قدامها بتاخدها اهو. لو عايز تجيب، عايز اقول لك ايه، يعني 10 كيلو من دول هتجيب من جنب الشط. روح يلا. يلا كملي كملي. كده معاها. طب تعالي اهي، اهي يا جماعه اهو من جنب الشط زي ما انت شايف كده. هتاخد سمك من ده. لو انت عايز سمك من ده هتاخد سمك من ده كتير جدا. يعني اول ما تحطها كده يا دوبك هتشيلها، تحطها يا دوبك هتشيلها، مش ده نفس الشكل اللي انت عايز ده. انا بعمل لكم الفيديو ده يا جماعه مش قصه فيديوهات، انا بعمل لكم الفيديو ده لان في ناس بتسافر عشان تصطاد السمك ده.
ويبقوا مبسوطين بيه. فالناس اللي هنا او جنب البحر الاعمى والكلام ده، لو انت عايز تشتغل وعاجبك ده وبتستمتع بالصوت ده، ناس كتير بتستمتع بيه اهو زي ما انا بوريك كده. خليك معايا، يلا ننزل. الفيديو ده هعمله لكم يا جماعه كده على السريع السريع كده، لان انا نزلت اصطاد دلوقتي ما لقيتش دور اقعد فيه، ومش كل الادوار بتاكل اهو. من هنعمل غمزه مباشر للناس عايزه تشوفها، ونتسلى 5 بقى ونقوم عادي كده. يقول يا جماعه مفيش حاجه اسمها الميه بتاكل فهتاكل في كل حته، لا، ممكن يبقى دور جنبك ب5-6 متر وما بياكلش، واللي جنبك بياخد سمك. الايام ديت عايزه الارض العاليه المبلطه اللي بيشتغل على الدكر الاحمر. كملي. فزي ما قلت لكم عايز بالسلامه. زي ما قلت لكم يا جماعه، الفيديو اللي انا هنزله لكم ده لازم، وزي ما قلت لك كده، لو كل واحد فينا خد خطوه ايجابيه. كملي كملي. وكل واحد فينا في ايديه تليفون، خدت بالك؟ ما تعمل شكوى يا عم، ما تعمل شكوى على البوابه الحكوميه. خش يا باشا على النت زي ما قلت لك كده في اول الفيديو، واعمل شكوى على البوابه الحكوميه. هتخش تكتب بياناتك وتكتب شكوتك عن تطهير البحر الفرعوني يا جماعه، التلوث، الكلام ده كله، كل ده غلط. يعني كل اللي انت شايفه في الميه ده، تعالي بقى على جنب، كفايه السمك كده النهارده. شايفين ده يا جماعه؟ كل ده مخالف، كل ده وزاره الري بتحاسب عليه الناس دي. بس هنا كله منفض وكله مطنش، لان محدش بيتكلم. واحد لوحده مش هيعمل حاجه. كل الخشب ده مخالف، ملوش ان ينزل الخشب ده. الناس هنا مكبره دماغها. خش اكتب شكوى يا باشا، البوابه الحكوميه اكتب عليها شكوتك. ولا تروح، ولو انت قاعد في تليفونك في مكانك، حتى لما تيجي تصطاد تلاقي مكان تقعد فيه. يعني انا عملت الفيديو ده عشان انا نزلت اصطاد دلوقتي اهو، مش لاقي مكان اقعد فيه. ما بالك بقى بالناس، انا قاعد قدام البيت، ما بالك بالناس اللي جايه جايه من سفر، تيجي ما تلاقيش مكان تقعد فيه. طيب ما بسيطه. والصياد يقومك من الدور وما تقعدش هنا، والجبيتين والكلام الفارغ ده كله. يا جماعه يعني الدوله سهلتها علينا وانت مصعبها على نفسك. انت في ايدك تليفون بتلعب طول النهار. خش يا باشا على جوجل كده، على بوابه الشكاوى الحكوميه، واكتب شكوتك. ما انتش عارف تكتبها ازاي؟ خش على اليوتيوب كده، وازاي اكتب شكوى على البوابه الحكوميه. فاسهل مما يمكن، بس احنا اللي بنكسل. وخلاص على كده، انا كفايه كده، احنا ملينا الكيس للقطط من ده. انا باكله، هو حلو يا جماعه والناس كتير بتاكله، بس انا ما باكلوش، بيزهقني في التنظيف. وليك استفسار عن اي حاجه بكتبها لنا في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا.